شهر المخير في العام اللي نورمالمون نصيبو فيه الصحه تاعنا تاع العقل والجسم وحتى الروحانيه تاعنا تزيد، احنا رانا نديروه شهر نتاع المرض والقلق والنرفزه. كاين بزاف تاع الاسباب، بصح بالنسبه ليا السبب الرئيسي والمهم واللي خصكم ما تنسوش وتطبقوه ان شاء الله هذا العام الا بغيتو تفوتوا رمضان مليح، هو قله النعاس. راكم تخلطوا كاع الساعه البيولوجيه اللي خلقها الله سبحانه، راكم ترقدوا طاغ وتنوضوا طاغ وتنوضوا منرفين. هذه حاجه جد جد شنقول لكم، هذه اللي راهي تمرض الناس في شهر رمضان. نرقدوا على 10:30 الماكسيموم 11 ونوضوا مع الفجر. علاش؟ السيروتونين 80% تفرز في الليل، هي هرمون السعاده وتفرز بالجهاز الهضمي اللي مالكوش تخلوه يريح. الحاجه الزوجه الهرمونات اللي هما الكورتيزون الادرينالين والتستوستيرون ينفرزوا سورتو في الليل، وخاصه هرمون الكورتيزون اللي هو اللي يتسبب في ارتفاع السكر واللي راه يخسر التوازن تاع السكر عند اللي عندهم مرض السكري، وهو اللي راه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم والنرفزه والقلق عند الناس. نزيدكم حاجه واحده اخرى، 30% من قله الذاكره تندار في الليل عند الاطفال اللي راكم يباتوا سهرانين معاكم، و40% من لا ديبرسيون راهي تبان في شهر تاع رمضان من قله النعاس. على خاطرش الجسم تاعنا يتجدد والخلايا تاع كاع الجسم تاعنا يتجدوا في الليل من 10:30 يعني مول العشاء وروح. الكبد والكليتين اللي هما اللوزين نتاع الجسم تاعنا وينقوا الجسم تاعنا ما راهمش يريحوا في الليل على خاطرش تباتوا سهرانين. هذا النصيحه ديروها بين عينيكم، اللي راهي باغي يفوت رمضان بصحه جيده يرقد بكري.